انا اسف بامانه ان انا قلت على تراك انا وحش بالنسبه للالبوم ده بصراحه. فتراك انا ده جاي من امينيم. ايه يا اسطى الالبوم ده بامانه، والله بامانه ايه ده؟ انا اعرف البومات فيها تراكات وحشه بس مش العكس، مش تراك حلو من وسط البوم. وعلى فكره انا كنت متوقعها من ساعه الاعلانات اللي هو نزلها للراجل اللي هو ابو مكنه ده والراجل التاني اللي هو بيسكيت. التراكات اللي كانت في الاعلانات دي ما كانتش حلوه اصلا، فانا الصراحه ما كنتش متفائل والواقع طلع اسوأ من كده بكتير. لا يا اسطى ارجع للبوب تاني عشان الراب كده مش جاي معاك سكه تاني بصراحه. انت كنت جامد فشخ في الاول، انما ايه ده؟ اجمد حاجه في الالبوم بالنسبه لي تراك تنكر اللي هو اصلا مش من مستوى ويجز، بس بالنسبه للباقي التراكات فده تراك عالمي. حرفيا التراكات فاضيه، تحس اللي عاملها واحد صغير لسه بيتعلم. وما تجيش تقول لي بقى ان ده لون جديد ومش عارف ايه، التراكات وحشه. حتى لو لون جديد تراكات ولو حتى لون جديد الارتست اللي بجد اللي عنده موهبه ياخد اللون ده ويخليه شبهه، ما يروحش هو للون ويمشي زي اللي بره، عشان انت كده مش بتقدم جديد، انت كده بتقلد او بتتاثر بيهم. تعالوا نشوف كام بار كده يا رب يطلع حاجه معانا. حاسس ان الحمل تقيل شايل مزجة البلد. ماشي يا اسطى، محدش يقدر يجادلك في الحته دي، بس انت دلوقتي شايل مزيكة البلد وبتمثل مصر ومش عارف ايه. يعمل حاجه عدله بامانه والله. الالبوم ده ما يتسمعش ولا جوه ولا بره البلد. كنترول ايه ديليت على طول، ما عدا تراك تنكر عشان حلو يعتبر. كل ما يقول لي الموجة بتاعتي اقول له الموجة بتاعتي ايه. طبعا دي واضحه مين اللي بيقول الموجه دي بتاعتي، مفيش غيره مروان بابلو. لا بيقول له لا دي الموجه انا اللي عاملها. اصل معلش احنا ما كناش متابعين اصلا، انتوا الاتنين كنتوا صحاب والله. وبس كده خلصت، هما الاتنين دو بس، البارين دو بس حرفيا. بقيه الالبوم رايمات تعبانه، تحس ان محمد عبد العاطي اللي بيراب فيها. امك كانت عندي امبارح تلعب كونكت فور، انا جامده اديتها البالون دور يعني. بالله عليكم يا فانز ويجز، بالله عليكم يعني ده بذمتكم احسن من اسياد البلد؟ طب احسن من 21؟ طب احسن من هاصله؟ مفيش، حرفيا مفيش حاجه تتقال. وبس كده الفيديو خلص. ما عنديش حاجه تانية اقولها على الالبوم ده، ما عجبنيش يا جدعان، وده رايي. لو مش عاجبك وعندك راي تاني اكتبه تحت باحترامك وانا هناقشك، انما تيجي تقول انت حاقد والشغل ده، لا يا باشا. التراك وحش، تراك ايه؟ الالبوم كله وحش. اعتقد ان مصطفى راجل جامد في البيتات بس مش ماشي مع ويجز خالص. اتمنى بصراحه ما يشتغلوش مع بعض تاني او يغيروا الشكل ده، عشان بصراحه الاداء مش تمام.